السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب صف ثالث إن شاء الله هنبدأ اليوم في درس جديد اللي هو استخدام خط الأعداد لوصف البيانات، واستخدام خط الأعداد والرموز لمقارنة الأعداد. تمام، إيه هو خط الأعداد؟ خط الأعداد مفهوم يعتبر مش جديد علينا يعني. إحنا خدنا خط الأعداد اللي هو في سنة إيه؟ في سنة خمسة، اللي هو خط الأعداد الطبيعية. بنكون أعدادنا الطبيعية بتبدأ بصفر، أولها صفر، وهنا واحد، اتنين، تلاتة، أربعة، خمسة، وإحنا ماشيين. لكن النهاردة هناخد خط الأعداد الأشمل اللي هو خط الأعداد الصحيحة. اللي هو خط الأعداد الصحيحة، هنا هيكون فيها أعداد موجبة وأعداد إيه؟ سالبة. يبقى الصفر طبعا في النص، الصفر طبعا في النص، هنا الصفر. وعن يمين الصفر الأعداد الموجبة اللي هي واحد واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة، وإحنا إيه؟ وإحنا ماشيين. طيب هنا هيبقى إيه؟ هنا هيبقى الأعداد السالبة اللي هي سالب واحد وسالب اتنين وإيه؟ وسالب تلاتة وسالب أربعة، وإحنا إيه؟ ماشيين إلى سالب ما لا نهاية. يبقى هنا ما لا نهاية من الأعداد الموجبة، وهنا ما لا نهاية من الأعداد الإيه؟ السالبة. ده خط الأعداد. يبقى إيه العدد اللي في النص؟ الصفر. طب إيه أول عدد على خط الأعداد يا محمد؟ إيه أول عدد على خط الأعداد؟ ها؟ مفيش، لا يوجد أول عدد. لا يوجد أول إيه؟ عدد، ولا يوجد آخر عدد. إنما الأعداد الطبيعية كان أول عدد الصفر وآخر عدد غير معلوم. تمام. بالنسبة للأعداد الصحيحة، مفيش أول عدد ومفيش آخر عدد، لكن الصفر في النص. بيتوسط الأعداد الموجبة والأعداد الإيه؟ السالبة. تمام. طيب، يبقى هنا أعداد صحيحة موجبة، وهنا أعداد صحيحة إيه؟ سالبة. طب الصفر، الصفر اللي في النص ده عدد موجب ولا سالب؟ ها، أيوة يا محمد، أيوة يا شيماء. الصفر عدد موجب ولا سالب؟ ها؟ موج الصفر لا موجب ولا سالب. يبقى الصفر أول معلومة النهاردة، الصفر لا موجب ولا إيه؟ ولا 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 سالب، لذلك هو فاصل بين المرحلتين، السالب والموجب. طيب، بالنسبة للأعداد الأكبر من الصفر والأصغر من الصفر، أو الأول نفهم معناها إيه مفهوم العدد السالب. مفهوم العدد السالب، العدد السالب ده نفهمه على إنه مثلا خسارة، أو على إنه انخفاض. يعني إحنا لو اعتبرنا مثلا إن ده سطح الأرض أو ده سطح البحر، عندنا واحد طار بطيارة وطلع لفوق 5 متر، 100 متر مثلا، وواحد تاني غاص في البحر 20 متر. ده غاص في البحر يعني نزل لتحت، وده طار بالطيارة يعني طلع لفوق. طلع إيه لفوق، أو طلع برج مثلا، برج المراقبة مثلا اللي على الشط طلع فوق. البرج ده ارتفاعه 20 متر، يبقى ده ارتفاعه 20 متر، أكتب موجب 20. طب اللي هو لابس ملابس الغوص وغاص في الأعماق 10 متر، يبقى سالب 10. يبقى سالب إيه؟ 10. يبقى السالب ده مفهوم يعبر عن الانخفاض. يعبر عن إيه؟ الانخفاض. يبقى السالب، يبقى السالب يعبر عن إيه؟ يعبر عن الانخفاض. تمام. طيب، في تاني بيعبر عن حاجة تانية، يعبر عن الرجوع للخلف. نفترض ان انت وانت رايح المدرسة بتمشي في طريقك في الاتجاه ده اهو. مشيت مثلا على الطريق ده مثلا مثلا 100 متر، 100 ايه متر. بعد ما مشيت 100 متر، تذكرت انت وصلت هنا 100 متر، تذكرت ان انت نسيت حاجة، رجعت تجيبها من البيت، بتمشي في الناحية ده. ايوه ايوه يا محمد، عايز تقول ايه؟ ايوه يا محمد، اتفضل. محمد، رجعت 100 متر، رجعت 50 متر، يبقى سالب 50. يبقى السالب يبقى مفهوم، يبقى احنا هنا يعبر عن الانخفاض، هنا يعبر عن ايه؟ هنا يعبر عن الانخفاض، هنا يعبر ايه؟ السالب يعبر عن الرجوع للخلف. تمام. طيب، السالب يعبر عن حاجة تانية، يعبر عن حاجة تانية، يعبر عن الخسارة. السالب يعبر عن الخسارة، السالب يعبر عن الايه؟
يعبر عن الخسارة. واحد بيبيع حاجات، كسب مثلا 100 جنيه، نكتب 100 جنيه مكسب. طب رجع خسر مثلا 20، يبقى نقول سالب 20، نقول سالب ايه 20. ده معنى العدد السالب، ده مفهوم العدد الايه السالب. طب السالب يعبر عن ايه تاني؟ السالب يعبر عن النقص. السالب، العدد السالب يعبر عن النقص. يعني ايه؟ نتخيل ان واحد عنده مثلا رصيد في البنك، عنده حساب في البنك، راح اضاف للحساب بتاعه، عنده مثلا مبلغ في البنك، راح اضاف المبلغ ده مثلا 20,000 جنيه. يبقى هو كده اضاف 20,000 جنيه. طب واحد ايه تاني عنده حساب في البنك بس راح خسر، راح ايه سحب منه 10,000 جنيه. يبقى هو ده كده كده نقول له سالب، لأنه سحب، ده نقص، ده تناقص، صح ولا لا؟ إنما ده يتزايد لأن هو حط، يبقى السالب يعبر عن النقص. يبقى السالب يعبر عن الانخفاض. تمام، يعبر عن الانخفاض زي ما شفنا هو. السالب يعبر عن الرجوع للخلف. السالب يعبر عن النقص. تمام. والسالب يعبر عن الخسارة، والسالب يعبر عن الايه الخسارة. ده معنى العدد السالب بصفة عامة. طيب. طيب. إيه، تعالى بقى، أصغر أعداد العد هو إيه يا محمد؟ ها، أصغر أعداد العد هو إيه يا شيماء؟ أصغر أعداد الأول هنا نقول أصغر، خد بالك شوية حاجات. أصغر عدد طبيعي هو نقط، كل واحد هيجاوب سؤال. طب أصغر، ثواني هسأل دلوقتي، أصغر عدد من أعداد العد هو، طب أصغر عدد صحيح. يلا يا محمد، محمد هيجاوب الأول. أصغر عدد طبيعي هو إيه؟ ها؟ أيوة يا محمد. الصفر. الصفر، برافو عليك. طب شيماء، أصغر عدد من أعداد العد هو إيه؟ الواحد. الواحد، برافو عليك. تمام، لأن أعداد العد بتبدأ بواحد. طب يا محمد، أصغر عدد صحيح هو إيه؟ ها؟ أصغر عدد. أصغر عدد. أيوه. لا يوجد. لا يوجد أصغر عدد صحيح. لا يوجد إيه؟ أصغر عدد صحيح. تمام كده، فهمنا القصة دي؟ ليه؟ لا اه. يوجد عدد صحيح لأن إحنا قلنا إن الصفر في النص. يعني الأعداد، إذا صح إن إحنا نقول الأعداد واحد واثنين وثلاثة أكبر منه، يبقى الأعداد اللي على شماله أصغر منه. يبقى الأعداد اللي على شماله أصغر إيه؟ منه. تمام. تمام. يبقى إيه؟ يبقى يبقى ناخد بالنا من الكلام ده. طبعا الأعداد الطبيعية لو رمزنا لها بالرمز طه مثلا، اللي هي بتبدأ بواحد، اثنين وثلاثة وأربعة وخمسة لحد ما لا نهاية. طب الأعداد الصحيحة، أعداد العد لو رمزنا لها برمز عين هي إيه؟ تبدأ بواحد واثنين. طبعا احنا المفروض ان احنا نكتبها كده. يبقى نكتبها بقى من هنا إيه، واحد واثنين، وإن كانت المجموع يمشي فيها كده ويمشي فيها كده، يعني واحد واثنين وثلاثة وأربعة. دي أعداد العد. إنما الأعداد الصحيحة المفروض بتكون إيه؟ الصفر في النص أهو، أدا الصفر أهو. وهنا الأعداد الأكبر منه واحد واثنين وثلاثة. واحد واثنين وإيه؟ واحد واثنين وثلاثة وأنت ماشي. وهنا الأعداد الأصغر منه واحد واثنين، سالب اتنين وسالب تلاتة وأنت إيه ماشي. هتقول لي في أعداد أصغر من الصفر، تجاوزا بنقول أصغر من الصفر. نزلت تحت يبقى سالب، طلعت فوق يبقى موجب، خسرت يبقى سالب، كسبت يبقى إيه موجب، مشيت الأمام يبقى موجب، مشيت الخلف يبقى سالب، زدت يبقى موجب، نقصت يبقى إيه سالب. ده المعنى، ده الإيه المعنى. تعالى كده بقى نشوف شوية المسائل اللي في الكتاب، نشوف عايز يوضح لنا إيه. بيقول لي مثال واحد: اكتب العدد الصحيح الذي يعبر عن كل موقف مما يأتي. احنا طبعا هنوزع الأسئلة عليكم، كل واحد هيجاوب ايه السؤال اللي يخص، كل واحد هيجاوب السؤال اللي هقول له عليه. يلا يا محمد، ارتفاع مبنى 15 متر فوق سطح الأرض. انت هتعبر ده موقف موجب، هتقول لي 15 ولا سالب 15؟ يبقى ارتفاع مبنى 15 متر فوق سطح الأرض ده 15 موجب 15 ولا سالب 15 يا محمد؟
ايوه 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 يا شيماء. هنا ارتفاع مبنى 15 متر فوق سطح الارض. اه ده 15. موجب. 15 ولا سالب 15 يا محمد؟ نعم. هو بيقول لي اقرا السؤال، افهم السؤال، اكتب العدد الصحيح الذي يعبر عن كل موقف مما يأتي. العدد الصحيح يعني هتكتب 15 ولا سالب 15، 1000 ولا سالب 1000، 200 ولا سالب 200، ده المعنى يعني. فهنا بيقول لي ايه؟ ارتفاع مبنى 15 متر فوق سطح الارض، يبقى ده موجب 15 ولا سالب 15؟ موجب 15. اه موجب 15، والموجب ما بيتكتبش كده، يبقى الموجب بيبقى 15 كده عادي، اللي هي موجب 15. طيب شيماء، درجة تجمد ماء البحر درجتين مئويتين تحت الصفر. يبقى دي درجتين، يعني ده رقم اهو بس كاتبه لي بالارقام بالحروف. يبقى اقول ايه، اتنين ولا سالب اتنين؟ سالب 2. اه اقول له سالب اتنين، برافو عليك عشان ده تحت الصفر. اه درجة تجمد يبقى تحت الصفر. طيب محمد، ربح سيف 1000 جنيه. ها، اكتب 1000 ولا سالب 1000؟ 1000. 1000، برافو عليك، 1000. حلو. تتحرك غواصة على عمق 200 متر تحت سطح البحر. تتحرك غواصة على عمق 200 متر تحت سطح البحر. يبقى سالب. صح، يبقى سالب 200، سالب 200. ماشي. ده احنا كده فهمنا الجزء ده تمام، برافو عليك. تعال بقى نشوف ايه اللي بعده. بيقول لي هنا حدد على خط الايه الاعداد، بيقول لي حدد على خط الايه الاعداد. عدد. اه موضع النقاط، طبعا دي سهله، انت بتكتب خط الاعداد اهو، دي سهله مش عايزه توضيح. إيه، انت بتكتب خط الاعداد كله، بتبدا طبعا بالصفر في النص، بتكتب الصفر في النص، ادي الصفر. تمام. تمام. وحدد الاعداد دي بقى، تحط على كل عدد ايه نقطه، هتحط على كل عدد نقطه وخلاص. تمام. يبقى عدد مثلا ثلاثة، ادي الثلاث اهي. طيب سالب واحد، ادي سالب واحد اهو. الايه الثمانية، ادي الثمانية اهي. طيب سالب سبعة، ادي السالب سبعة اهي. حلو. بس وخلاص. والصفر اهو. وسالب ثلاثة اهي. يبقى كده ايه، ثلاثة، ثلاثة وسالب ثلاثة، بتظلل على كل عدد نقطة وخلاص، ده المقصود. طيب هنا بيقول لي ايه؟ بيقول لي العددان المتعاكسان، مفهوم جديد اسمه مفهوم العددان المتعاكسان. العددان المتعاكسان زي ايه؟ زي خمسة وسالب خمسة، زي خمسة وسالب ايه خمسة، زي ستة وسالب ستة. ليه بنسموهم متعاكسان؟ ليه؟ عشان هم على نفس المسافة من الصفر، غير ان هم مختلفين في الاشارة. اه ده مكسب ده خسارة، يعني ده موجب ده سالب، فده الصفر في النص اهو. هنا واحد، يبقى المعاكس ليه ايه؟ سالب واحد. تمام يا محمد؟ تمام يا شيماء؟ هنا اتنين، يبقى المعاكس لها ايه يا شيماء؟ ها، المعاكس الاتنين يبقى ايه؟ ها، نفس العدد بعكس الإشارة، بيبقى في الناحية التانية اهو. طب يا محمد، سالب. التلات المعاكس لها ايه؟ سالب 3. سالب تلات. طب يا شيماء، الأربعة المعاكس لها ايه يا شيماء؟ ها، سالب 4. سالب. سالب 4. وهكذا، ده مفهوم العددان المتعاكسان. تمام. يبقى هنا بيقول له، هو طبعا اما تيجي تجمع العددين المتعاكسين، تجمع كده، تجمع مثلا واحد وسالب واحد، واحد زائد سالب واحد، يعني انت كسبت واحد ورجعت خسرت واحد، يبقى معاك كام؟ يبقى ايه؟ يبقى كده مجموع العددين المتعاكسان يساوي صفر، يبقى المجموع صفر. طب لو جمعت اتنين وسالب اتنين يديك صفر برضه. طب لو جمعنا ثلاثة والمعكوس بتاعها اللي هو ايه؟ سالب ثلاثة، يبقى ايه؟ صفر. طب لو جمعنا أربعة ومعكوس هيديني ايه؟ صفر. انت كسبت أربعة وخسرت أربعة، يبقى خلاص، لما كسبت ولا خسرت يعني مفيش، يعني سالب. طيب
تعالى بقى هنا بيقول لي ايه، اكتب معكوس، اكتب معكوس الايه العدد. ها، يلا يا شطار اكتب معكوس العدد. ها، كل واحد هيحل واحدة. يلا يا شيماء، الأولى يا شيماء. -7 معكوسها ايه؟ شيماء، -7 معكوسها ايه؟ ها، اكتب المعكوس الجمعي، يعني نفس العدد بعكس الإشارة. ايوه محمد، -7 معكوسها ايه؟ 7. 7. يبقى ان كان موجب اكتبه بالسالب، خدي بالك ده سالب يبقى اكتبه بالموجب. طب 8 يا شيماء معكوسها ايه؟ ها، 8 موجب يبقى معكوسها ايه؟ 8 ايه؟ سالب، يعني -8 كده نكتب ناقص قدامها. طب يا محمد، -9/10 معكوسها ايه؟ هذا سالب، واخدوا بالكم موجب ولا اكتب ايه يا محمد المعكوس؟ 9/10. 9/10. طب يا شيماء، 3/4 يبقى معكوسها ايه؟ المعكوس الجمعي. ها؟ -3/4. -1. -3/4. تمام شكرا. طب الصفر يا محمد معكوسه ايه؟ 0. صفر. الصفر اللي موجب ولا سالب؟ الصفر معكوس جمعي لنفسه. الصفر معكوس جمعي لنفسه. طب الواحد يا شيماء معكوسها ايه؟ -1. -1. يبقى الواحد معكوسها -1. احسنت. تمام يا شطار. مم. ندخل على اللي بعده، ندخل على اللي بعده. بيقول لي هنا ايه؟ عند المقارنة بين أي عددين. طبعا هنا مقارنة، يعني إيه مقارنة؟ المقارنة يعني أيهما أكبر وأيهما أصغر. المقارنة يعني إيه يا محمد؟ يعني أيهما أكبر وأيهما إيه؟ هما الكبير والصغير. خد بالك بقى، الصفر، خد بقى شوية حاجات كده معلومات تمشي معاك على طول. الصفر ده أكبر من أي عدد سالب. الصفر، لأن الأعداد السالبة كلها تقع على يساره، تقع على شماله. يبقى الصفر أكبر من أي عدد سالب. تمام. وأي عدد موجب أكبر من أي عدد سالب، يعني الواحد لا أكبر ولا سالب واحد، لا يبقى الواحد. طب الواحد لا أكبر ولا -5 يا محمد؟ الواحد أكبر. الواحد أكبر من -5، شاطر. طب الاثنين أكبر ولا -8 يا شيماء؟ اتنين أكبر ولا -8؟ ها؟ أكبر. اتنين أكبر، لأن الواحد أكبر. اتنين أكبر ولا -8؟ اتنين، عشان اتنين موجب وتمانية بالسالب. عموما إيه، أي عدد أكبر من أي عدد اللي على، وأصغر من أي عدد على يمينه. يعني اتنين أكبر من -5، وتلاتة أكبر من -4، وواحد أكبر من -5. يعني بالعربي كده أي عدد موجب أكبر من أي عدد سالب. طب أنا سؤال، -1 الأكبر ولا -2 يا محمد؟ -1 الأكبر ولا -3 يا محمد؟ -1. -1. يبقى العدد السالب هيكون، إن كان إن القيمة العددية ليه واحد، هيكون أكبر من أي عدد أكبر منه عدديا. يعني أي عدد سالب طبعا. ليه؟ لأن -1 كل الأعداد السالبة تقع على شماله، فكل الأعداد السالب أصغر منه. يبقى أنا هسألكوا سؤال، إيه هو أكبر عدد سالب؟ ها، اللي يعرف يقول على طول أكبر عدد. ها. 1. لا، -1. أنت قصدك -1. 0. لا، -1. اه. أصل اه. الصفر لا موجب ولا سالب يا محمد، ما نحسبش على الموجب ولا على السالب. انما لما اقول لك اكبر عدد سالب تقول لي الواحد. -1. ليه -1؟ عشان -1 بيقع على يمين كل الاعداد السالبه. شوف اهو، -1 اهو، وكل الاعداد التانية يساره، فهو اكبر واحد. عموما العدد السالب كل ما كبر في القيمه، كل ما كبر عدديا صغر في القيمه. يعني -100 مثلا هتكون اصغر من الواحد، من -1. وسالب 5 أصغر من -2، يعني -2 أكبر من -5. عكس الأعداد الإيه الموجبة. الأعداد الموجبة عادي، الواحد أكبر من الاتنين، أكبر من الواحد، والتلاتة أكبر من الاتنين، كده ماشي مظبوط. إنما السالب بقى يعكس لي العملية، يعكس لي الإيه العملية. تمام. يبقى هوت هنا شوية ملحوظات في منتهى الجمال. بيقول لي إيه؟ أي عدد موجب أصغر من أي عدد سالب، ودي قلناها. أي عدد موجب أكبر من أي عدد سالب، دي واضحة. اي عدد موجب اكبر من الصفر. طب ماشي، كل الاعداد الموجبه اكبر من الصفر.
عشان الصفر بعده واحد، الواحد موجب، فكل الأعداد الموجبة أصغر من الصفر، إنما كل الأعداد السالبة أصغر من الصفر. كل الأعداد السالبة أو أي عدد سالب أصغر من الصفر. تمام. طيب أصغر عدد صحيح موجب هو الواحد، يبقى أصغر عدد موجب هو الإيه؟ أصغر عدد الواحد. موجب هو الواحد. معلومة مهمة. أصغر عدد صحيح موجب هو الإيه؟ هو الواحد. أصغر عدد صحيح موجب هو الواحد. الواحد. طب أكبر عدد صحيح سالب. الواحد. أكبر عدد صحيح سالب هو سالب واحد. حلوة دي، مفهومة دي. دي بقى أكبر عدد صحيح سالب. أكبر عدد صحيح سالب هو إيه؟ سالب واحد. ليه؟ عشان إحنا لو رسمنا خط الأعداد هتلاقي سالب واحد أهو، أدي هنا الصفر طبعا في النص، هنا الصفر. تمام. هنا إيه؟ سالب واحد. الأعداد الأصغر منه بقى شمال سالب اتنين، سالب تلاتة، سالب أربعة، سالب خمسة، سالب ستة، وأنت ماشي. هنا إيه؟ الأعداد الأكبر منه اللي هي واحد، اتنين، تلاتة، أربعة، وأنت ماشي، وأنتوا إيه ماشيين. يبقى السالب واحد ده أكبر من كل الأعداد اللي خلفه. تمام، لأن كل عدد بطبيعة الحال أكبر من الأعداد اللي خلفه، فنقول السالب واحد أكبر من أي عدد سالب. تمام. شوية ملاحظات في منتهى الإيه؟ إيه الأهمية. أكبر عدد صحيح غير موجب هو الإيه؟ أكبر عدد صحيح غير الواحد. موجب هو الصفر. خد بالك، قال له هو يعني غير موجب يعني إيه؟ غير موجب يعني سالب. غير موجب يعني إيه؟ يعني العشرين. الصفر والأعداد السالبة. يعني الصفر والأعداد اللي هي أولاد السالبة. ليه؟ لا عاصمة غير موجب، يعني مش موجب بس. طب اللي مش موجب ده ممكن يكون إيه؟ ممكن يكون لا موجب ولا سالب. ممكن يكون لا موجب ولا سالب زي الصفر، وممكن يكون سالب. فيبقى أكبر عدد صحيح غير موجب هو الصفر. يبقى أكبر عدد صحيح غير موجب هو الصفر. وأصغر، فهمنا ولا إيه؟ أكبر عدد صحيح غير موجب هو الإيه؟ هو الصفر. تمام؟ أصغر عدد صحيح غير سالب أهو، وأصغر عدد صحيح غير سالب هو الصفر. هتقول لي طب ليه؟ أقول لك غير سالب يعني إيه؟ كلمة غير سالب دي معناها إيه؟ تضم إيه وإيه؟ تضم إيه وإيه يا شيماء؟ تضم الصفر برضه. غير سالب نظام الصفر والأعداد. والأعداد الموجبة، والأعداد الموجبة. تمام. يبقى أصغر يعني صفر وواحد واثنين وثلاثة. يعني غير سالب يعني إيه؟ يعني صفر، واحد واثنين وثلاثة وأربعة. يبقى دي الأعداد الصحيحة غير السالبة، بتبدأ بصفر. يبقى أصغر حاجة فيهم هي الإيه؟ الصفر. طب الغير موجب هو إيه؟ الأعداد غير الموجبة، الأعداد الصحيحة غير الموجبة. حاجتين برضه. الصفر عشان الصفر مش موجب، بس غير الموجب يبقى السالب معاه، والسالبة اللي هي إيه؟ اللي هي تمشي صفر وسالب واحد وسالب اتنين وسالب تلاتة، وإحنا إيه؟ يبقى أكبر واحد في دول هو إيه؟ اكبر واحد في الاعداد غير الموجبه. يبقى اول ما يجيني غير الموجبه صفر والسالب. صفر وسالب واحد. اه غير السالبه افهم صفر وواحد واثنين وثلاثه واربعه احنا ماشيين. يبقى هنا لما نقول هنا اصغر عدد صحيح غير موجب يبقى هو الصفر. طب اصغر عدد صحيح غير سالب، اكبر عدد صحيح غير سالب هو الصفر. يعني هنا الصفر اصغر عدد صحيح. خدوا بالكم، عايزك بس تركزوا من المعلومه دي. الصفر احنا سميناه مسميين: اكبر عدد صحيح واصغر عدد صحيح. ازاي؟ اكبر عدد صحيح غير موجب، اكبر عدد صحيح، اكبر عدد صحيح غير موجب اهو. غير موجب، غير موجب اللي هي ايه؟ السالب، سالب واحد، سالب اتنين، سالب تلاتة، وانت ماشي. يعني هو اكبر واحد فيهم. اصغر عدد صحيح غير سالب، صح، اللي لقيناها صفر وواحد واثنين وثلاثة. صفر والموجب يعني. يبقى اصغر واحد فيهم هو الصفر. ما ننساش ديت يا اولاد. طيب هنا بيقول لي قارن باستخدام اكبر منه واصغر ايه منه. قارن باستخدام اكبر منه واصغر منه. يلا الاولانيه مين هيحل؟ يلا يا شيماء. الأولانية ثلاثة الأكبر ولا أربعة؟ ثلاثة. لأن الأربعة سالب أربعة. سالب أربعة، يبقى ثلاثة أكبر من سالب أربعة. شاطرة.
طب محمد، سالب 2 الأكبر ولا سالب 7؟ الاثنين. اه، يبقى سالب 2 أكبر، ماشي. طب شيماء، سالب 6 ولا صفر؟ هنكتب صفر. الصفر. الصفر يعني هنا. لأن اه، الصفر أكبر، يعني نكتب هنا إيه؟ نكتب هنا علامة أصغر، صح ولا لأ؟ عشان السالب 6 اللي بدأ الأول أهي. يبقى صفر أكبر من، يبقى دايما إيه، بص. العلامة راس الكوع ديت، راس العلامة ديت، راس الحربة دي هي من الصغير. راس الحربة طبعا احنا عندنا ايه؟ عندنا علامة أكبر من أو أصغر من راس حربة كده. سواء أكبر أو أصغر، راس الحربة ناحية الصغير، ناحية الايه الصغير. يبقى عندنا سالب 6 ده الصغير، يبقى راس الحربة راح حرب. تمام؟ عشان ما نلخبطش بس بين الكبير والصغير. طب صفر ولا الواحد يا شيماء؟ الواحد يعني نكتب أصغر ولا أكبر يا شيماء؟ أكبر من أصغر من. صح، يعني راس الحربة تبقى من الصفر، ممتازة خالص. شطار كده، احنا خلصنا الدرس الأول والتاني. ايه رأيك يا محمد؟ كنت انت بتقول ده درسين. ها، يلا بينا نحل التمارين، يلا بينا ندخل على ايه التمارين على طول يا شطار. ها. اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة. الأعداد الصحيحة الأكبر من الصفر تمثل إيه؟ الأعداد الصحيحة الأكبر من الصفر تمثل إيه يا أولاد؟ ها؟ الأعداد الموجبة. الأعداد الصحيحة الأكبر من الصفر، الأكبر من، أعداد الموجبة. تمثل أعداد موجبة، صح؟ صح، تمثل أعداد موجبة، شاطر يا محمد، يبقى دي تمثل أعداد موجبة. ماشي. عشان احنا طبعا فاهمين، احنا فاهمين إن احنا عندنا أعدادنا هو الصفر في النص. الأكبر من الصفر كله موجب، الأكبر من الصفر كله بيكون إيه؟ موجب. هنا الصفر، هنا الأكبر من صفر، وهنا أصغر من إيه؟ من صفر. تمام؟ يبقى دلوقتي يا شطار، أيا مما يأتي ليس عددا طبيعيا. ها يلا يا شيماء. ها، الواحد ولا 3.5 ولا 4 ولا صفر؟ واحد ولا 3.5 ولا 4 ولا صفر؟ ليس عددا طبيعيا. مم. 3.5 من 10. صح، عشان 3 4. اه عشان ما فيش كسور عشرية أصلا في طه. طه عبارة عن صفر وواحد واثنين وثلاثة وأربعة وإحنا ماشيين. تمام. طب أيا مما يلي من أعداد العد. أيا مما يلي من أعداد العد. ها يلا يا محمد. أيا مما يلي. الصفر. الصفر من أعداد العد؟ لا طبعا. الصفر ليس. السالب واحد. السالب واحد ليس من أعداد العد. هي إيه أعداد العد أصلا يا محمد؟ أنت باين عليك ناسي. إحنا لسه قايلينها النهاردة. أعداد العد عيب. 8. لا، أنت لو لك أخ صغير عايز تعلمه العد، تبدأ تقول له أول حاجة إيه؟ أول حاجة إيه؟ هتمسكه مثلا إيده كده، صوابع إيده، وتقول له عد. هتقول له أدا واحد، اتنين، تلاتة، أربعة، خمسة. يبقى إحنا في أعداد العد بدأنا بإيه؟ في أعداد 8. أعداد العد بدأنا بواحد، حتى ما فيش صفر، خد بالك. اتنين، تلاتة، أربعة، خمسة. يبقى أعداد العد اللي هي الأعداد اللي بنعد الحاجات بيها فعلا. أنت لما تيجي تعد مثلا طلاب الفصل، ما بتقولش ده رقم صفر، صح ولا لأ؟ ما بتقولش مثلا محمد عادل رقم صفر، لا، محمد عادل رقم واحد، صح ولا إيه؟ التاني، اه. تالت، تلات. يبقى أعداد العد بتبدأ بواحد، واحد، اتنين، تلاتة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، تمانية، تسعة، عشرة، وأنت ماشي. يبقى إيه العدد اللي العادي؟ يبقى أعداد العد زي ما اتفقنا أهو، فهمناها. صفر وواحد واثنين وتلاتة وأنت ماشي. طيب يا محمد، إيه بقى؟ إيه بقى بدول اللي ينتمي لمجموعة أعداد العد؟ هل التمانية عدد من أعداد العد؟ اه. صح. طيب نشوف ده عدد من أعداد العد، الصفر من أعداد العد. طبعا إحنا كتبنا صفر، إحنا هنقول لما بتقولش الصفر. الصفر معلش مش من اعداد العد، انا سهيت وانا بكتب، قلتها لك بس سهيت. يبقى الصفر ايه؟ ليس من اعداد العد. اعداد العد بتبدا بواحد واثنين وثلاثه واربعه. عشان زي ما قلنا، ايدك هو بتعلم اخوك العد مثلا. مثلا هتقول له عد كده يلا. ده واحد، اثنين، ثلاثه، اربعه، خمسه. ما ينفعش تقول له صفر، عشان صفر وواحد
اتنين تلاتة أربعة يبقى صواب أربعة؟ لا طبعا. يبقى العد بنبدأ بواحد، ما بنقولش السبعة ده رقم صفر. طب يبقى مفيش صفر. طب في سالب واحد؟ في سالب واحد في عدد العد؟ في سالب واحد في أعداد اه. العد؟ لا. السالب واحد ده في صاد في العدد لا. الصحيحة فقط. لحد دلوقتي في الأعداد الصحيحة. لحد دلوقتي في الأعداد الصحيحة. إنما غير موجود في أعداد العد، وغير موجود في الأعداد الإيه الطبيعية. طب اتنين من عشرة؟ اتنين من عشرة برضه لا ينتمي لمجموعة أعداد العد. أعداد العد واحد واثنين وثلاثة، مفيش كسور إلا عشرين. يبقى 8. اه يبقى تمانية فقط. طب ماشي. جميع الأعداد الآتية صحيحة ما عدا إيه؟ هم. يلا أيوة يا شيماء. آه، نمرة نمرة ده هي واحد بالظبط، لأن ما فيهاش كسور. أعداد صحيحة اسمها صحيحة، ما فيهاش كسور، صح؟ طب الأعداد الصحيحة السالبة هي أعداد أكبر من الصفر، أقل من الصفر، تساوي الصفر غير ذلك. أيوة يا محمد. الأعداد الصحيحة أقل. أقل من الصفر، برافو عليك، تمام. أيوة يا شيماء. أي الأعداد التالية محصورة بين العددين سالب أربعة واثنين؟ أي الأعداد التالية محصور بين العددين سالب أربعة واثنين؟ أيوة يا محمد. 3. ها؟ ثلاثة غلط. أنت بقى تتخيل خط الأعداد، أنت طبعا المفروض بتعد من دي. بص بقى، عشان بقى الحتة دي مهمة جدا. سالب أربعة واثنين على خط الأعداد أهو، خد بالك. افهم، ركزوا معايا في دي كويس جدا. ده خط الأعداد أهو. تمام. صفر في النص. هذا صفر، واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، وأنت ماشي هنا إيه؟ سالب واحد، سالب اتنين، سالب تلاتة، سالب أربعة، سالب خمسة، سالب ستة، وأنت ماشي، وأنت إيه ماشي. تمام. عندي أي الأعداد التالية محصور بين سالب أربعة واتنين؟ بين سالب أربعة واتنين، ها؟ فين سالب أربعة؟ حدد لي كده سالب أربعة. نحدد مع بعض سالب أربعة. ده سالب أربعة أهي، عشان بس تفهم الدنيا بعد كده مش هتحتاج خط الأعداد. ده سالب أربعة سالب 2. واتنين. أنت لما بتعد من الشمال لليمين. سالب أربعة سالب بترجع لورا. سالب أربعة اللي أكبر منها مش سالب خمس. أنت بتعد من الصغير للكبير، يبقى سالب أربعة، سالب تلاتة، سالب اتنين، سالب واحد، صفر، واحد. يبقى دي الأعداد المحصورة بين سالب أربعة وسالب اتنين. هو جايب لك منها إيه؟ أهو. جايب لك منها واحد. جايب لك منها إيه؟ لا مش واحد، جايب لك منها إيه؟ 2. سالب سالب. اتنين. سالب اتنين، جايب لك منها سالب اتنين أهو. من سالب أربعة لاتنين أهو. أهو. حتى أنت من غير رسم عد كده من سالب أربعة لاتنين. عد. هتقول سالب تلاتة، يعني أنت بتعد من الصغير للكبير. يبقى سالب أربعة وأنت رايح للاتنين. سالب أربعة الصغير اللي أكبر منه على طول تركز فيه. تقول سالب خمسة؟ لا، سالب خمسة أصغر. يبقى تقول سالب أربعة، سالب تلاتة، سالب اتنين أهو. وسالب واحد وصفر وواحد، بس ما جابهمش، هو جاب عدد واحد اللي هو إيه؟ اللي هو سالب اتنين. طيب. سالب ست. السالب وراه السالب يبقى موجب. السالب وراه السالب يبقى موجب. يبقى كأن ستة، كأن إيه؟ ستة بالضبط. يبقى سالب سالب يعني موجب، يعني هي تبقى موجب إيه؟ موجب ستة. طيب. أكمل ما يأتي. أصغر عدد صحيح موجب هو نقط. تمام. بينما أكبر عدد صحيح سالب. أيوة يا محمد، أصغر عدد صحيح سالب هو إيه؟ أصغر عدد صحيح سالب. عدد واحد. آه أصغر عدد صحيح موجب هو الواحد، صح. بينما أكبر عدد صحيح سالب هو إيه؟ ها؟ سالب واحد. سالب واحد، عشان سالب واحد بعده الأعداد الصحيحة كلها أصغر منه. بعدها الأعداد الصحيحة. طيب الصفر أكبر أكبر من الأعداد. الصفر أكبر من الأعداد الإيه؟ السالبة ولا الموجبة؟ السالبة. السالبة. سالب. أهو. سالب. شيماء.
عدد صحيح غير سالب وغير موجب، اللي هو ايه يا شيماء؟ ايوه محمد، اللي هو ايه؟ صفر. الصفر. الصفر. عددان متعاكسان احدهما واحد يكون الاخر ايه يا محمد؟ ها؟ واحد. عددان متعاكسان واحد. احدهما سالب واحد يبقى الاخر واحد، يبقى الاخر سالب واحد، خد بالك. طب العدد الصحيح السابق مباشرة للعدد سالب خمسة يا شيماء. السابق عن اللي اصغر منه مباشرة، السابق عن الاصغر منه مباشرة يبقى ايه؟ سالب ستة، برافو عليك. سالب ستة. اه برافو عليك خالص. العدد ومعكوسه والجمع يكونان على بعدين متساويين من العدد ايه؟ من العدد صفر يا ولاد، لان احنا قلنا الصفر في النص. يعني مثلا عدد زي الاربعة، معكوسة سالب أربعة، الصفر في النص. يبقى العدد ومعكوسه الجمعي يكون على بعدين متساويين من العدد ايه؟ صفر. العدد سالب ثلاثة يقع على يمين العدد ايه؟ على يمين العدد ايه مباشرة؟ ها، يقع على يمين ها العدد سالب ثلاثة. يبقى اللي قبله سالب ايه؟ سالب أربعة. لا، لا، اللي قبله اليمين هو أهو اليمين سالب ثلاثة، يبقى اليسار سالب أربعة. تمام، يبقى اليسار سالب أربعة. تمام. مستر، احنا ما حللناش السؤال ده. ده أصغر عدد صحيح غير سالب هو إيه؟ أصغر الصفر. عدد صحيح غير سالب. ها؟ هو الصفر. هو الصفر، لأن لا موجب ولا إيه؟ لأن غير سالب يبقى سالب. موجب، أو الإيه غير سالب، يعني الموجب والصفر يبقى أصغر واحد فيهم الصفر. طب العدد سالب ثلاثة يقع على يمين العدد إيه مباشرة؟ العدد سالب 3 يقع على يمين العدد ايه مباشرة؟ ها؟ أربعة. سالب 4 يا حبيبي، سالب ايه؟ 4. تمام. وبكده يا اولاد يبقى احنا خلصنا الجزء ده